بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أنا النهاردة معاكم يا جماعة من قناة من بيتي ومطبخي، قناة أم أمل. أنا أختها أم يوسف، كنت معاكم قبل كده، والنهاردة أعمل لكم أكلة خفيفة كده وبسيطة. ديت كبدة مكعبات بنجيبها. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي ما بغسلهاش، انا دلوقتي هنقعها واقول لكم انا بنقعها بايه. ودوت فلفل الوان انا كنت مفرزاه، هاخد منه شويه زي كده. وده فلفل اخضر رومي. وهنا ديت معلقه خل كبيره، وديت ليمونيه واحده. ده كله ننقع الكبده في الاول علشان انا ما بغسلهاش. ودي معلقه كمون وفصين توم زي ما انتم شايفين كده مفرومين. هحط الكمون والثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط الليمون، ليمونه واحده على كيلو الكبده، ومعلقه خل برضو واحده على كيلو الكبده. واروح مقلباها كده. ما تقلقوش، ولا الخل ولا الليمون بيعمل ليها ريحه او اي حاجه، بالعكس بيخليها تحفه. انا كده ضيعت فيها الثوم والخل والليمون، وهنقعها ساعه وهرجع لكم تاني ان شاء الله نشوف هنعمل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم تاني يا حبايبي. وبصوا بقى، انا حطيت هنا شويه زيت اهما، سيبهم يسخنوا. وبعد كده انا دوت الثوم، خدت شويه، نص الثوم يعتبر نص الشويه ده، احمرها كده في شويه الزيت يا دوبك بس ريحتها تطلع. الله. جيب هنا الكبده. الثوم دوت احنا مش هنعمل فيه اي حاجه عشان هنحتاجه ني زي ما هو. انا ما بحطش الكبده كلها، انا بحط شويه بس. واقلبهم كده ياخدوا صدمه بس. يا دوبك يغير لونهم كده، واروح حاطه ايه حبه كمان. شويه التانيين اللي انا حطيتهم دول ياخدوا صدمه برضو، تقلبوا زي التانيين. اروح حاطه شويه كمان. معلش يا جماعه عشان انا ماسكه التليفون بايدي، فبصراحه مش عارفه، فانا بصور على قد ما بقدر. بعدين انا لسه جديده في المهنه يعني، فالله المستعان يعني. ربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزق امه محمد اجمعين يا رب، وقناتنا تكبر بيكم ان شاء الله، وتعجبكم ونعجبكم ان شاء الله، يعجبنا ادائكم. بصوا كده فلفلت اهي وبقت جميله برضو. اوسع كده وانا بنزل في النص، اخد بقى بقيه الكبده كلها كده.
انا واحده واحده معاكم اهو. ثواني يا رفايد، انا بتكلم في التليفون. قولي مين؟ بصور. بصوا حبايبي، هي كده كلها هي بقت لون واحد. انا هسيبها شويه بقى كده لحد ما تستوي، وبعدين ارجع لكم تاني عشان نشوف هضيف لها ايه تاني. ماشي، يلا. بصوا حبايبي، رجعت لكم تاني. هي كده تعتبر داخله على سوا. بصوا هنحط ايه دلوقتي؟ بقيه الثوم اللي انا كنت شايلاه، اللي قلت لكم هحطه ني. وهنا دوت مكعب دجاج، بس انا بجيبه بهارات لحمه، يعني مكعب لحمه. ودوت 7 بهارات، وده روزميري وزعتر وشويه ملح. وهنقلبها كده. في مكون تاني بقى بيتحط في الاخر خالص، اخر ما بتستوي، هوريهولكوا برضو في اخر الفيديو واعرفكم بيه. هو اللي بيخلي الكبده تحفه حقيقي، ولا تقولي محلات ولا حاجه. اعمليها في بيتك لاولادك كده، هتعجبهم جدا احسن ما يجيبوها من بره. بصوا يا حبايبي، انا دلوقتي احط الفلفل. احط عليه الفلفل الالوان، وهسيبها كده واقفل عليها وارجع لكم كمان شويه. كده رجعنا يا حبايبي اهو. هنقلبها بقى كده. الفلفل دبل شويه وهو على الوش من البخار. بصوا حبايبي، هي كانت ناقصه شويه ملح، انا ظبطت ملحها. واللي بيحب بقى يحط شطه يحط، عشان احنا ما بنحبش الفلفل الحراق، ما بنحبش الحاجه حراقه، فمش حاطه الا فلفل رومي بس. هنا الحاجه اللي قلت لكم هحطها في الاخر هو الكاري. نص معلقه كبيره كده كاري، بتخلي الكبده تحفه اقسم بالله. اللي هيجربها بالطريقه ديت هيتبسط منها جدا، وهتعجبه جدا جدا جدا. نقلبها. كده يا حبايبي اهي تمام كده، واستوت معانا وبقت جميله وريحتها ايه ما اقولكيش. الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لنا في رزقنا وفي اكلنا.
هي كده في الاخر يا جماعه اهي. ساعات بقى لما باجي بناكل فبروح بحمر جنبيها بطاطس، طبعا البطاطس عاديه جدا بحمرها في الزيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.